أسررت واغفر لي ما قد أعلن. يا الله يا الله يا الله. جئت أصلي وبقلبي أتضرع شوقا ربي، فتقبلني يا ذا المنة وارحمني واغفر ذنبي. يا الله يا الله يا الله. وبقربك أحيا عمري بعباداتي وبفكري وبعلمي أنا أنصر ديني، ربي يسر لي أمري. يا الله يا الله يا الله. من لي غيرك يا رحمن يسمع صوتي يا منان، فيجيب دعائي يعطيني يغمر قلبي بالإحسان. يا الله يا الله يا الله. إني مشتاق للقاك يا رباه جل علاك، أدخلني يا رب الجنة وارزقني عفوك ورضاك. يا الله يا الله يا الله. اللهم لك أسلمت اللهم بك آمنت، ربي وعليك توكلت، فاغفر لي ما قد أسررت واغفر لي ما قد أعلنت. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله وهي منطلق المسلمين ومركز قيادتهم، وهي أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
فالمسجد هو بيت الله في الأرض، يجتمع فيه المسلمون من أجل الصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء، يتعارف المسلمون بعضهم بعضا ويتآخون فيما بينهم فيه، يقومون لله سبحانه وتعالى فيه متعبدين تاركين وراءهم أمر الدنيا ولهوها. جاء نبيكم عليه الصلاة والسلام محمد إلى المدينة، وأول شيء قام به أن شيد المسجد وبناه. فلما بنى المسجد كان ذلك البناء الحسي مأوى للبناء المعنوي الذي هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. فبنى عليه الصلاة والسلام مبنى حسيا وهو المسجد، وبنى بناء معنويا حين بنى القلوب وحين بنى المحبة في القلوب بين الصحابة رضوان الله عليهم. فلا يفرق المسلمون يحتاجون إلى هذا البناء من أجل أن يشهدوا أمر الله سبحانه وتعالى وبركة المسلمين في الاجتماع فيه. قال الله سبحانه وتعالى مثنيا على أولئك الرجال الذين تركوا وراءهم الدنيا وجاءوا إلى بيوت الله يرفعون فيها ذكر الله. قال سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح لهم فيها بالغدو والآصال رجال. وأي رجال؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أولئك الرجال هم الذين يأتون إلى بيوت الله سبحانه وتعالى يعمرونها، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. شهد الله سبحانه وتعالى لأولئك الذين يرتادون المساجد ويعمرون بالإيمان. أولئك الذين يأتون المساجد ويعمرونها شهد الله سبحانه وتعالى لهم بالإيمان، فقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. نعم، شهد الله لهم بالإيمان لأن أولئك الرجال تعلقت قلوبهم ببيوت الله سبحانه وتعالى، تعلقت نفوسهم بأحب البلاد إلى الله سبحانه، فهم يسعون بخطاهم وفي جميع أوقاتهم إلى هذه البيوت من أجل أن يرفعوا فيها ذكر الله. الدنيا تشغلنا بزينتها وزخارفها وملذاتها، ولكن المؤمن الصادق هو الذي يترقب تلك الفرصة وينتظر تلك اللحظة التي يدخل فيها المسجد ويتوضأ ويقف بين يدي الله من أجل أن يغسل عنه درن الذنوب وأوساخ الخطايا، من أجل أن يعمر بالسعادة قلبه ويجدد الإيمان في نفسه. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقال عليه الصلاة والسلام منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. قلبه معلق بالمسجد والصلاة، فهو وإن كان خارج المسجد إلا أنه يتحين وينتظر تلك اللحظة التي تأتي فيها الصلاة من أجل أن يدخل إلى المسجد ويدخل فيه ما شاء الله، ثم يخرج منه بعد ذلك ولا يزال يحدث نفسه بهذه اللحظة، فقلبه معلق بالمساجد والصلوات. ذلكم هو الرابع الذي يكون من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. عباد الله، وإن من أعظم القربات وأجل العبادات التي يوفق الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده بناء المساجد. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عثمان رضي الله عنه أنه قال من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وفي حديث آخر صحيح
من بنى مسجدا ولو كمفحص قطار ولو كان صغيرا مبالغة في المساهمة بأقل قدر، فبنى الله له بيتا في الجنة. وبناء المسجد له معان عدة، فبناؤه يكون ببنائه من أساسه، بحيث أن يبني الإنسان مسجدا من أصله لم يكن موجودا قبل ذلك، ويدخل في بناء المسجد وفضل من جدد بناء مسجد أو وسع فيه. فإن عثمان بن عفان رضي الله عنه ذكر هذا الحديث للصحابة حين وسع المسجد النبوي، فخالفه بعض الصحابة في ذلك فقال: أما إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. نعم، قالها عثمان رضي الله عنه، والمسجد كان مبنيا قبل ذلك، فدل هذا على أن هذا اللفظ عام يشمل من وسع مسجدا كان موجودا قبله، ومن جدد من ذكر منه وشيد معالمه وأعاد طمسه وأعاد رسومه التي طمست. ويدخل فيه أيضا من شارك في بناء مسجد ولو بأقل قليل من المال. ما أحوج المسلم إلى أن يغتنم هذه الفضيلة وأن يشارك بماله في بناء بيت لله سبحانه وتعالى أو تجديد معالمه التي طمست، حتى يرفعه الله سبحانه وتعالى بذلك. إن المسلم الذي يشارك في مثل هذا إنما يكثر من عبادة الله سبحانه، ويكثر من المتعبدين لله، فيكون له أجر حسنات هؤلاء، لأن الدال على الخير كفاعله. عباد الله، هذا وعمارة المساجد نوعان: عمارة حسية وهي بتشييدها وبنائها وتنظيفها وغير ذلك، وعمارة معنوية وهي بشهود الجماعات فيها وإحياء العبادات فيها من الصلوات وقراءة القرآن والذكر والدعاء. فإن مجرد بناء المسجد ليس أمرا مقصودا لذاته، وإنما المقصود الأعظم أن يحيا ويحيي المسلمون المساجد ويعمروها بذكر الله سبحانه وتعالى. فإنه لم تبنى المساجد من أجل أن تعطل وتصير خرابا يبابا، إنما بنيت المساجد بناء حسيا من أجل أن يعمرها المسلمون تعميرا معنويا، فيشهد الجمعة والجماعات ويحضروا إلى الصلوات ويقيموا فيها حلقات الذكر. فإن المسجد في الزمن الأول كان هو منبر الدعوة ومنطلق الجهاد، وهو الذي كانت تعقل فيه الألوية والرايات. فما بالنا اليوم يرعاكم الله نشهد تعطيلا للمساجد وخرابا فيها. ما أقل المسلمون الذين يصلون في المساجد، وما أكثر تلك المساجد التي تكون فيما بينهم. فاتقوا الله عباد الله، واعمروا بيوت الله سبحانه وتعالى بالصلوات وإقامة الجمع والجماعات فيها، ولا تكونوا كمن قال الله فيهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. مصطفى محمد وعلى آله وصحبه المستكبرين الشرفا، صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. عباد الله، إن عناية المسلم بالمسجد عناية بالغة دليل على صدق إيمانه، فينبغي أيها المسلم أن لا يكون حقك من المساجد مجرد حضور بعض الأوقات فيها، بل ينبغي على كل مسلم أن يكون له مساهمة في بيوت الله سبحانه وتعالى، إما أن تساهم في بنائها وتشييدها إن استطعت على ذلك ولو بأقل قليل، وإما أن يبادر المسلمون وخاصة في الأحياء السكنية بأن يكون هذا الحي من بينهم
جماعة يقومون بأمر المساجد، جماعة تعتني بالمسجد من حيث تنظيفه وتبخيره وتعطيره، من حيث العناية بأمره وكف أذى الناس عنه، من حيث الكفالة لمن يرعى أمر المسجد من إمام ومن مؤذن وغير ذلك. فإن لم تقوموا أنتم بهذا الواجب فهل تنتظرون أن يأتيكم من الخارج أناس آخرون يقومون بمثل هذا؟ فينبغي على المسلمين أن يحيوا هذه السنة فيما بينهم، وأن يكون لكل مجتمع وأن يكون في كل حي جماعة من الناس يعتنون بأمر المسجد من حيث تنظيفه والقيام بحقه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على تلك المرأة التي كانت تقوم وتنظف المسجد، فحين ماتت وصلى عليها بعض الصحابة وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أين؟ فقيل أنها دفنت، فقال أفلا كنتم آذنتموني؟ يا الله، انظر امرأة لا يبال بها تعيش بين الصحابة في المدينة، وكانت هذه المرأة تهتم بنظافة المسجد وجمع الأذى منه، فلما ماتت صلى عليها بعض الصحابة ولم يولوا لأمرها شأنا عظيما، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رفع شأنها وأعلى من ذكرها وقال أفلا كنتم أخبرتموني بشأنها؟ وذهب إليها صلى الله عليه وسلم وصلى على قبرها حتى ولت تذكر في سجلات الحديث وتروى في صحائف التاريخ أن امرأة مسلمة صلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام وذكر من شأنها حديثا يتدارسه المسلمون طوال القرون. يا الله، يرفع الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده ولو بعمل قليل إذا كان بالإخلاص. فينبغي عليك أيها المسلم أن يكون لك اهتمام بالمسجد، اهتمام بتنظيفه وتعميره، بكف الأذى عنه بأي نوع من أنواع المساهمة فيه، فإن هذا المسجد إنما بني للمسلمين ولا سيما أهل كل منطقة، فإذا لم يعتني أهل المنطقة بأمر المسجد فلمن يتركوه؟ فينبغي على المسلمين أن يولوا العناية العظيمة والاهتمام الكبير ببيوت الله سبحانه وتعالى، وأن يعمروها تعميرا حسيا ومعنويا. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وأيها بجنه ونسه، فقال عز من قائل حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم كن إخواننا المسلمين المستضعفين في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان، اللهم عجل نصرهم واجبر كسرهم. اللهم انتقم من ظالمهم. اللهم أرنا في ظالمهم عجائب قدرتك. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا واكفنا شر الأشرار يا عزيز يا جبار. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا واستعملنا لما تحب وترضى وجنبنا سخطك وما تأبى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا أقيموا الصلاة واعتدلوا سووا بين مسجد الصدور لإقام الصلاة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا